اليوم باش نحكيو على صدق قديدة. اما قبل هذايا عملت لكم فيديو على تصفيات كان 2027، خاصة انها باش تلعب في 3 بلدان، وحكيت على المنتخب التونسي وحظوظه في الترشح. عملوا عليه طلة. نتعداو لحكاية اليوم، وين باش نحكيو على صدق قديدة، الاسم اللي بدا يطلع عند النادي الافريقي وجماهيره. مهاجم شاب عمره 22 سنة، تكون في الملعب التونسي، ومن بعد قرر يخوض تجربة احترافية لبرا. اما في جانفي 2026 النادي الافريقي قرر يرجعه لتونس. صفقة ما عملتش ضجة كبيرة، اما اللاعب بدا يبعث في رسائل قوية. كي نحكيو ارقام، صدق لعب 3 مقابلات فقط مع كبر هذا الموسم، اما رغم قلة الدقائق نجم يماركي بونتو وعطى اسيست. ولهنا ماناش نحكيو على اي اسيست، نحكيو على اسيست في الدربي ضد الترجي اللي الافريقي به ربحت البطولة. صدق كان حاضر، عطى اسيست مهم ياسر، ساهم في انتصار الافريقي على الترجي. اما الحكايه ما فاتش لهنا، اليوم مع فريق النخبه نتاع النادي الافريقي صدق لعب ضد الترجي مره اخرى، اما المره هذه ما عطاش اسيست، مركب بونتو ديريكت. اما الاجمل من هذا، الافريقي ربح البطوله عند لاكابر وربحها زاده في النخبه، يعني صدق قديده عاش فرحه التتويج مرتين ضد نفس المنافس، مره باسيست مع لاكابر ومره بهدف مع الشبان. برشا جماهير في النادي الافريقي فرحانه بيه، وحسيته انه باش يكون مهاجم المستقبل، خاصه انه لاعب مازال صغير وعنده برشا وقت باش يتطور.